السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد صلاح شبيب المصححاتي من بلجيكا. وفتحة اليافوخ الأمامي اللي بتبقى أماميا كده عند الطفل من أول ما يتولد إلى سن سنة ونص، ممكن لغاية سنتين بتبقى مفتوحة. بيبقى ليها دلائل كتير عندنا في اتجاهات كتير جدا. يعني لو هي كبيرة قوي ممكن يبقى الطفل عنده تأخر أو نقص كالسيوم. لو هي صغيرة، هل صغيرة بشكل كبير جدا بتحتاج تدخلات جراحية أو لأ؟ لأن دي كل ما تكون موجودة فتحة اليافوخ بتدي فرصة أكبر لنمو المخ، وبالتالي تعريجات المخ بتبقى زيادة، فبالتالي في الغالب بيبقى ذكاء المخ كويس لو محيط الراس في الرينج الطبيعي. لكن طبعا لو صغيرة قوي ممكن يبقى ليها بعض التأثيرات. فتحة الراس برضو بتقفل من سنة لسنة ونص. لو قفلت قبل سن سنة احنا بنتابع فقط محيط الراس مش اكتر. فتحة الراس لو الطفل ده بيفقد سوائل كتير، عنده اسهال ترجيع، وفتحة الراس دي بدأت تنزل لتحت شوية، فده علامة من علامات الجفاف. لو ارتفعت لا قدر الله ممكن ترتفع مع شدة الحرارة، وممكن ترتفع لا قدر الله لو في نزف داخل المخ. فهي بالتالي بالنسبة لنا علامة مهمة في فحص الطفل من أول ما يتولد لغاية سن سنتين.